تريد الوصول إلى الهدف المنشود، عليك الاعتناء ببيت الداء المعدة. تجنب هذه الأطعمة التي تسبب الحموضة والانتفاخ وتراكم الغازات وعدم الامتصاص الجيد للطعام. بعض الأطعمة يمكن أن تسبب الحموضة وعسر الهضم، خاصة إذا تم تناولها بكميات كبيرة أو قبل النوم. إليك قائمة بأبرز الأطعمة التي يمكن أن تسبب هذه المشكلات. أولاً، الأطعمة الدهنية والمقلية، مثل البطاطس المقلية، البرجر، الأطعمة المقلية بشكل عام. الدهون تتسبب في بطء عملية الهضم، مما يزيد من احتمالية حدوث الحموضة، حيث يبقى الطعام لفترة أطول في المعدة، مما يضغط على عضلة المريء. ثانياً، الأطعمة الحارة، مثل الفلفل الحار، التوابل القوية، والشطة. الأطعمة الحارة يمكن أن تسبب تهيجاً لبطانة المريء والمعدة، مما يزيد من الشعور بالحموضة والحرقة. ثالثاً، المشروبات الغازية تحتوي على غاز الكربون الذي يزيد من الضغط داخل المعدة، مما قد يدفع الحمض إلى المريء ويسبب الحموضة. الكافيين الموجود في بعض المشروبات الغازية يمكن أن يزيد من إنتاج الأحماض في المعدة. رابعاً، القهوة والشاي. الكافيين الموجود في القهوة والشاي يمكن أن يؤدي إلى زيادة إفراز الأحماض في المعدة. هذا يجعل تناول القهوة أو الشاي على معدة فارغة أكثر عرضة للتسبب في الحموضة. خامساً، الحمضيات، مثل البرتقال، الليمون، الجريب، فاروت. الفواكه الحمضية تحتوي على نسبة عالية من الأحماض التي يمكن أن تهيج المريء وتزيد من الإحساس بالحموضة. سادساً، الطماطم والمنتجات المصنوعة منها، مثل الصلصات الحمراء، الكاتشب، العصير. تحتوي الطماطم على حموض طبيعية يمكن أن تزيد من حموضة المعدة وتؤدي إلى ارتجاع الحمض. سابعاً، النعناع. على الرغم من أنه قد يبدو مهدئاً للمعدة، إلا أن النعناع يمكن أن يريح العضلة التي تفصل بين المريء والمعدة، مما يسمح بارتجاع الأحماض إلى المريء. ثامناً، البصل والثوم. تناول البصل والثوم النيء يمكن أن يسبب تهيجاً في بطانة المعدة، ويزيد من حدة الأعراض المرتبطة بالحموضة وعسر الهضم. يمكن أن يسبب أيضاً رائحة غير مريحة للفم عند ارتجاع الطعام. عاشر، الأطعمة الغنية بالملح. تناول كميات كبيرة من الملح يمكن أن يزيد من احتمالية ارتجاع الحمض إلى المريء. الأغذية المالحة، مثل الأطعمة المصنعة والمعلبة، قد تزيد من الحموضة. نصائح لتجنب الحموضة وعسر الهضم: حاول تناول وجبات صغيرة على مدار اليوم بدلاً من تناول وجبات كبيرة. تجنب الاستلقاء مباشرة بعد تناول الطعام، وانتظر 2 إلى 3 ساعات قبل النوم. احرص على شرب الماء بين الوجبات بدلاً من شرب كميات كبيرة أثناء الوجبة. يمكن تناول الزبادي أو الحليب البارد لتخفيف الشعور بالحموضة. إذا كنت تعاني من الحموضة المزمنة، فقد يكون من الأفضل استشارة طبيب للحصول على خطة غذائية مناسبة والتأكد من عدم وجود مشاكل صحية أخرى. هناك العديد من الدراسات التي تناولت حموضة المعدة وأسبابها وعلاجها، ومن أبرز هذه الدراسات تلك التي تستعرض العوامل المؤثرة في حدوث الحموضة وعلاقتها بنمط الحياة والغذاء. فيما يلي دراسة بارزة تلقي الضوء على هذا الموضوع. المرجع: مجلة علم أمراض المعدة، عام 2016. موضوع الدراسة: تناولت الدراسة تأثير بعض العوامل الغذائية ونمط الحياة على حموضة المعدة وارتجاع المريء، المعروف أيضاً بمرض الجزر المعدي المريئي GERD. عدد المشاركين: شملت الدراسة حوالي 500 مشارك، تم تقسيمهم إلى مجموعات بناءً على نمط حياتهم وعاداتهم الغذائية. مدة الدراسة: تم متابعة المشاركين على مدى 12 شهراً لتقييم تأثير تغييرات معينة في نمط الحياة على أعراض الحموضة. العوامل المدروسة: العادات الغذائية، تناول المشاركون الأطعمة الحارة والمقلية والأطعمة الغنية بالدهون والمشروبات الغازية والقهوة. نمط الحياة، مثل التدخين، شرب الكحول، ممارسة الرياضة، والنوم بعد الأكل مباشرة. التدخلات:
تم تشجيع مجموعة من المشاركين على تقليل الأطعمة المسببة للحموضة وتعديل نمط حياتهم، بينما استمر الآخرون في نفس نمط حياتهم الغذائي. النتائج الأولى: تأثير الأطعمة والمشروبات. المشاركون الذين قللوا من تناول الأطعمة الحارة والدهون شهدوا انخفاضاً بنسبة 25% في أعراض حموضة المعدة. الحد من تناول المشروبات الغازية والقهوة أدى إلى تقليل شدة ارتجاع الحمض بنسبة 30% لدى المشاركين. المرحلة الثانية: التدخين والكحول. لوحظ أن المشاركين الذين توقفوا عن التدخين أو قللوا من تناول الكحول لديهم انخفاض ملحوظ في أعراض الحموضة مقارنة بمن استمروا في تلك العادات. التدخين يؤدي إلى إضعاف العضلة العاصرة للمريء السفلى، مما يزيد من احتمالية ارتجاع الأحماض. النوم بعد الأكل. المشاركون الذين تجنبوا الاستلقاء أو النوم بعد الأكل مباشرة لمدة 2 إلى 3 ساعات شهدوا تحسناً بنسبة 35% في تقليل الشعور بالحموضة. تم توجيه المشاركين إلى رفع مستوى الرأس قليلاً أثناء النوم لتقليل احتمالية ارتجاع الحمض. استنتاجات الدراسة: الأطعمة ونمط الحياة لهما دور كبير في التحكم في أعراض الحموضة ومرض الجزر المعدي المريئي. التغييرات البسيطة في النظام الغذائي ونمط الحياة، مثل تقليل الأطعمة الدهنية والحارة وتجنب التدخين وعدم النوم بعد الأكل مباشرة، يمكن أن تقلل بشكل كبير من حدة الأعراض. المتابعة الطبية ضرورية للأشخاص الذين يعانون من أعراض مزمنة للتأكد من عدم وجود مضاعفات أو الحاجة إلى أدوية معينة. لماذا تعتبر هذه الدراسة مهمة؟ توضح هذه الدراسة كيفية تأثير الخيارات الغذائية اليومية على صحة الجهاز الهضمي ومدى أهمية اتخاذ إجراءات وقائية للحفاظ على صحة المعدة. تساعد في تقديم توصيات للأشخاص الذين يعانون من الحموضة المستمرة دون الحاجة إلى الاعتماد المفرط على الأدوية مثل مضادات الحموضة. إذا كنت تعاني من الحموضة بشكل مستمر، يمكن أن تكون هذه الدراسة مؤشراً على أهمية التحدث مع الطبيب بشأن عاداتك الغذائية ونمط حياتك. اشتركوا وفعل الجرس، واكتبوا أي استفسار يخص نزول الوزن أو زيادة الوزن أو التدريب والتغذية لنساعدك في ذلك.